السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا حضرتك طبعا الشيخ رفعت الشاعر، الداعية الإسلامي المعروف يعني. ايه رأي حضرتك في الإعلام والإعلاميين حاليا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اسمي رفعت أحمد الشاعر، مدرس قرآن كريم في الأزهر. وطبعا أنا كاتب في كل حتة لا تخرج على الحاكم، الموالد بدعة لا تدعو الحسين. وكتبت احضر جريدة الدستور وجريدة المصري. ومعظم الجرائد، لأن الجرائد أكثرها والعياذ بالله بتشعل الفتن في البلاد. الجرائد أكثرها بتشعل الفتن في البلاد، وهم سبب الخراب على مصر. جريدة الدستور، جريدة المصري، جريدة فيتو إلى غيرها من الجرائد الكاذبة التي تشيع الفتن في مصر. أيضا جبهة الإنقاذ، هذه الجبهة المجرمة التي تسعى بالأرض في الفساد. لأن هذه الجبهة الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أسمع وأطع وإن ضرب ضرب وأرض ملك، وقال صلى الله عليه وسلم السلطان دين الله في الأرض إن أهانه الله من أكرمه وأكرمه الله. وهذه الجبهة تهيج الشعب المصري على الدكتور محمد مرسي أمير المؤمنين، وهذا يخالف التشريع الإسلامي. فأحذر الشعب المصري من هذه الجبهة، من عمرو موسى وصباحي والبرادعي. هؤلاء الثلاثة مجرمون يجب تقديمهم للعدالة. وكأنا كمدرس في الأزهر وكداعي من دعاء المسلمين أطالب بإعدام هؤلاء الثلاثة، وطالب بالقبض عليهم والحكم عليهم بالإعدام. حمدين صباحي، البرادعي، عمرو موسى ياخذوا حكم اعدام شرعا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان اللي يجي يخرج على الحاكم، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اقتلوه كائنا من كان، اقتلوه كائنا من كان. فهو الحاكم المفروض الدكتور مرسي يقبض على الثلاثه دول وياخذوا حكم اعدام شرعا. وطبعا معاهم طبعا الناس اللي هم جبهه الانقاذ المجرمه، العيال اللي هي مش عارفه حاجه، اللي هي الشباب اللي هم والعياذ بالله طافي مش عارف مش فاهم اي حاجه، بينجروا وراء هؤلاء الثلاثه. فلما الثلاثه دول ياخدوا حكم اعدام هتكون طبعا في تخفيف كتير جدا على الشعب، ويبدا الشعب يفهم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز الخروج على الحاكم الا اذا كفر بالله، والدكتور مرسي لم يكفر بالله. تقصد انه لن يكون هناك تقدم في مصر إلا بعد وقف المظاهرات والاحتجاجات. الله يفتح عليك. لا يجوز للمسلمين أن يفعلوا هذه الأشياء التي تغضب الله عز وجل قبل كل شيء، لأن أهم حاجة الإنسان يرضي ربنا عز وجل. فحمدين صباحي والبرادعي وعمرو موسى هؤلاء الثلاثة مجرمون، ويجب تقديمهم للعدالة وياخذوا حكم إعدام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اقتلوه كائنا من كان، اقتلوه كائنا من كان. فأطالب الدكتور مرسي وأطالب جميع الشعب المصري ان هو هؤلاء الثلاثه يقبض عليهم وياخذوا حكم الاعدام. وطالب بتطهير الاعلام، تطهير الاعلام لمثل حديد المجرمه. هذه المراه التي تفسد في الارض، امراه متبرجه. ربنا قال ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى، وهذه متبرجه تخالف الشريعه وتكشف صدرها وتكشف كذا، وهذه تخالف التشريع الاسلامي، فيجب عليها ان في حديث بيقول لعن الله الواصله والمستوصله، وتقريبا هي لابسه باروك. هذا كله حرام. نطالب بلمثل حديد بالتوبه الى الله، وان هي تلبس خمار، تلبس خمار ولا تكشف شعرها ولا جسدها، لكي لا تعذب في جهنم، لان ان عذاب ربك لشديد. طب وبتحذر من يعني بعض الاعلاميين، يعني في اعلاميين ثانيين ممكن حاجه طبعا من قناه الفتنه والعياذ بالله، القنوات اللي هي مخيفه مثل قناه كنيسه الحديد. هذه القناه تبث الرعب في المسلمين، وايضا القنوات الفضائيه اللي هي كل شيء تجيب واحد من الجماعات الدجون وغيرهم يتهيج الشعب المصري على الخروج على الحاكم. وايضا وطالب محمد حسان ويعقوب وهؤلاء الجماعات بالتوبه الى الله عز وجل. نشكركم الشيخ رفعت الشاعر في نهاية اللقاء، وجزاكم الله خيرا.